سلام الله عليكم. تحية لجميع الجماهير الودادية. أتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الوداد يفوز على فيتا كلوب بهدف لصفر، ويستعيد الصدارة، أو بالأحرى أو بتعبير آخر يعود لمكانته الطبيعية. أولا نبدأ بالتشكيلة اللي ما كانش شي تغيير عليها، من غير خروج أبو الفتح هذه المرة، ودخول زولا كقلب دفاع قرابة أمين فرحان. الشوط الأول بدأ بضغط ودادي، كان ضغط رهيب ولكن ما كانش عنده الفعالية، بمعنى الضغط كي افتقد للمسة الأخيرة. تل الدقيقة 25 كانت محاولة سانحة للتسجيل عبر مقصية العملود، لكن ما سعفوش الحظ أنه يلمس الكرة. من بعد 2 دقائق كانت محاولة أخرى سانحة للتسجيل اللي ضربات في العارضة، كانت من ركنية وضربها اللاعب زولا، لكن لسوء الحظ لم تدخل للمرمى. من بعد بقى إيقاع المباراة يعني في ارتفاع. تل الدقيقة 36 كانت هناك محاولة من رأسية اللاعب سامبو بعد تمريرة اللي هي جميلة من أبو سفيان، ولكن ما سعفناش الحظ. شوية المباراة بدا الريتم ديال المباراة بدا كيهبط شوية. الخصم دار واحد المحاولة كانت سانحة للتسجيل في الدقيقة 39، كانت عبارة عن ركنية أبعدها أيمن الحسوني. هذا الأخير عليه أن يراجع أوراقه لكي يعود لمستوياته الطبيعية. من بعد حتى الدقيقة 45، يعني صافي قرب يسالي ديك الساعة الشوط الأول، يعني وقت البدل الطائع، كانت واحد الفرصة ديال أيمن الحسوني، ضربها بنصف هوائية ما تعاملش معاها مزيان، وبالتالي سال الشوط الأول بصفر مقابل لصفر. غادي يبدا الشوط الثاني. أولا يحسب لغاريدو أنه يعني يطلع فطن في ديك اللحظة، أنه دار تغييرات بكري، خرج الداودي وخرج كذلك بوسفيان ودخل أناجم ودخل حيمود. ولا لاحظتوا ديك الساعة اون فوا دخل حيمود وأناجم، بحال ما غاديش تبدل، ما غاديش نقول انا حيمود وأناجم هما اللي كاينين، ولكن الماتش بدل. لاحظتوا الكرة ولات مليو التيران خفيفة، ما بقاتش ثقيلة. كيبان لي انا شخصيا، يعني رأيي ديالي الشخصي، ويقدر شي واحد يعارضني وكنحترم الرأي المعارض اللي غادي يكون. رأيي الشخصي كيبان لي انا جبران من النوع اللي كيبغي يلعب في اللاكس بوحدو، ما كيبغيش يكون حداه شي واحد، كيبغي يدير داك الاسترداد ديال الكرة بوحدو. وحتى فاش كان داودي يخرج، كنشوف جبران ملي كتكون عنده الكرة، الطريقة باش كيحطها الأناجم اولا باش كيحطها العملود، كيحط لك باس، يعني كيختصر لك به واحد 2 المدافعين اولا 3. يعني ديك الباسات اللي كيكونوا في العمق، عكس ملي كيكون معاه الداودي كيكون حداه، بحال كنحس به مخنوق، بحال كيحس به مديرونجي. هذا فقط رأيي شخصي، نقدر نكون على صواب، نقدر نكون على خطأ. من بعد المباراة عرفات تسجيل الهدف الأول، كانت واحد التمريرة عرضية من أناجم، كان باغي يعطيها لسامبو. الساعة قدر الله ما شاء فعل، يعني تماركات وكان هدف صالحنا، وهذاك الشيء اللي بغينا. من بعد جات محاولة محققة ديال العملود، عطاها ليه واقيلا جبران، ما عقلتش بالضبط شكون عطاها ليه، في الدقيقة 59. يعني كونترولا البالون وبقى راسو راس بوطو ضيعها. العملود راه ديما تنقولها لك، خاصك تخدم على راسك في الفينيتش وتخدم على راسك في التقنيات. يعني لا باز ديال الكره خاصك تخدم على العرضيات، الكونترول، الفينيتش قدام البوطو. درتيها في هذا الماتش هذا، ودرتيها في الماتش اللي قبل منه ضد خريبكا، راسك راس الجول فزعتيها عند الكراسة خضرين. خاصك تخدم على هذا الفينيتش ديالك امام المرمى. كذلك جات محاولة الخصم في الدقيقة 65 عن طريق يعني كرة ثابتة، وهناك خصني نوه انني نقول للعابة انه يبداو يراقبوا هذيك المراقبات الفردية، راه خاصهم يجمعوا ريوسهم فيها. كيبقى واحد يعول على واحد حتى كنوليو لاقي الكرة حدا البوطو. يعني خاص المراقبة تكون جدية، ومراقبة لصيقة، ومراقبة فردية. من بعد ضاعت فرصة محققة من لافي في الدقيقة 91. وهنا غنرجع للتغيير اللي دار المدرب فاش خرج بوهرة وخرج بوهرة وخرج معاه عطية الله.
ودخل دخل المترجي، ودخل كذلك ابو الفتح. والمترجي يلاه دخل ما كامله 2 دقائق، عطى اسيست ولم من ذهب، عطى اسيست واعر اللي ما دارش شحال من لعاب في ديك 90 دقيقه كامله. عطاه اللافي كان انفراد امام الحارس ولكن ضيعه. ما غادي نعذروه لان اللافي كنعرفوا الفينيتش ديالو كيفاش داير، واللافي يلاه راجع من الاصابه غادي نعذروه. الحمد لله فوز، يعني فوز اللي هو بطعم الصدارة. كوتشينغ ديال غاريدو كان مزيان، يعني دار تغييرات بكري، ما تعطلش. خرج خرج كذا هذاك الداودي ودخل حيمود، وبالتالي ميليو تيران ولا خفيف. خرج كذلك بوسفيان دخل أناجم، وبالتالي هادشي هذا أسفر عن هدف الفوز يعني الحمد لله. نتمنى من قادم المواعيد وقادم المباريات يتحسن الخط الهجومي ديال الفريق، ويكون كذلك واحد التوازن في خط الدفاع إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.